قسما هو اسم النشيد الوطني الجزائري كتبه شاعر الثورة الجزائرية مفدى زكريا عام 1956، ولحنه الموسيقار المصري محمد فوزي تلحينا ثوريا لشعب كان يخوض ثورة التحرر من فرنسا. وبعد استقلال الجزائر عام 1962 أصبح النشيد الرسمي للجزائر وما زال. مناسبة هذه المقدمة هو أن جزءا من النشيد يتعلق بفرنسا أصبح حديث مواقع التواصل منذ عدة أيام وحتى الآن، مع جنوح البعض إلى وضع ذلك في سياق التوتر بين الجزائر وفرنسا. النشيد يتألف من 5 مقاطع. المقطع الثالث منه يقول: يا فرنسا، يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب. نستمع إليه ثم ندخل في تفاصيل القصة. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع قبل أيام مرسوما رئاسيا يتضمن تعديل ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه. التعديل كان لمرسوم آخر قديم منذ عام 1986، لكن كثيرين في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل تناولوا الخبر على أن الجزائر تعيد مقطعا محذوفا من نشيدها الوطني يتعلق بفرنسا، وهو خطأ لأن المقطع لم يحذف بالأصل. وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا دخلت على خط الجدل أيضا، لكنها أثارت غضب الجزائريين بتصريحها عن النشيد الوطني في مقابلة تلفزيونية. هذا ما قالته وزيرة الخارجية الفرنسية. كتب النص عام 1956 في سياق تصفية الاستعمار ولإخبار حقيقة الحرب، ومن هنا جاءت الكلمات القوية التي تعني فرنسا. حتى لو كان سياق الزمن يفسر النشيد، يبدو أنه خارج الزمن. كلمات كاثرين تلك أثارت ردود فعل كثيرة على وسائل التواصل من قبل السياسيين وأناس عاديين. وزير الاتصال الجزائري السابق عبد العزيز رحابي يقول: من المؤسف أن عضوا في الحكومة يغذي النقاش بتصريح غير مناسب وغير مقبول في ظرف داخلي تميز بحملة تحركت فيها أحزاب وشخصيات يمينية بهدف وضع الجزائر في قلب الجدل الداخلي حول قضايا الهجرة وأقحام الجزائر حول عواقب الحرب في أوروبا لإضعاف قرارها السيادي في السياسة الخارجية. لحياني عثمان لحياني ماذا يكتب في هذه التغريدة؟ يقول: تضيف وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بتصريحها حول النشيد الجزائري وإجرائها تقييما لمضمون مقطع يا فرنسا بين قوسين بحسب كتابته سببا آخر لانتكاسة العلاقة وتأخير زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس. من الواضح أن السياسيين الفرنسيين لديهم مشكلة في إدراك حساسية بعض المسائل الرمزية بالنسبة للجزائريين. جوزيفا، ويبدو أنها فرنسية، تقول: هذا الكره للفرنسي غير مبرر ومسيء مع هذا النشيد. أما سيد أحمد، اليوم الذي تعترف فيه فرنسا بالجرائم المرتكبة في الجزائر وتعيد الأرشيفة وخرائط التجارب النووية في الصحراء ورفات المجاهدين والممتلكات التاريخية، نعيد حذف المقطع بدون النسيان. لويس، لا تستاهل أن تكون وزيرة، لأنه من الواضح أنهم لا يحبوننا في الجزائر. حركة البناء الوطني المشاركة في الائتلاف الحكومي اعترضت على تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية، وهذا ما جاء في بيان الحركة. تقول الحركة بأن تصريحات كاثرين كولونا تصفها بالاستفزازية. أين هي التصريحات؟
هل ستظهر؟ على العموم سأقرأها لكم. وغير مقبولة، وهي تشكل خرقا صارخا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها. إن هذه النبرة الاستعلائية المردودة تأتي في توقيت زمني يتسم بالتوتر المقصود تدفع به الحملة العدائية المضللة التي تقودها بعض النخب والكيانات السياسية الفرنسية المتطرفة لبث الافتراءات والتهجم على الجزائر. العلاقات الفرنسية الجزائرية تمر بفترة حرجة تتسم بتوتر صامت بحسب كثيرين وسط دعوات فرنسية بمراجعة قانون الهجرة لحذف المزايا التفضيلية للجزائريين وتأجيل زيارة عبد المجيد تبون إلى فرنسا التي كانت متوقعة منتصف هذا الشهر. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.